مفاوضات بين الثوار ووجهاء بعض القبائل المقيمة في محيط مدينة سرت لتسليم أسلحتها. وأن جانا حتى الأفندي جلال غالي وطلب منا نحن نتصلوا بقبائل سرت، قلنا له نحن اللي يجي لعندنا نعرفوا بعضنا، وين ما يجوا قبل زعمانا ويدوا لنا نعرفوا ديم ونعرفوا مصداقيتهم وندوا بالكلام اللي نعرفوا كلام حجاج بعد جن نعرفوا. التكليف من المجلس الانتقالي من مصطفى عبد الجليل انه تستلم سلاح من هذول، باش اللي استلمت من كم دوله، مش عرب هك وسلام. دولة قانون تستلم منكم وتاخذوا ايصالاتكم، لكن نحن مش من 10 بنادق يجيبوا لنا بندقه، هاي غيرته نحكوا على المكشوف، نحن نحكي لك في كلام باش تدير وقاير روحك. وبعد أخذ ورد اتفق الجميع على جرد الأسلحة وتسليمها وتسليم العناصر المطلوبة للثوار. سلاح جينا متناقشين فيه بنسلموه بتنفسنا، ما فيش حد جابر علينا، لأن ما بيصير بنشوف وسط الدولة وتبقى دايرين سلاح، خلوا عندكم فينا ثقة، مش كل ما نجيبوا لكم تقولوا لا ما زال سلاحكم، احنا هذا اللي بنقول لكم إذا جيتوا سلاح بعد التسليمة صاحب اللي جدوا عنده سلاح المفعول فيه ديروا زايز. وامان كم عندنا نحن، واللي غاصه جيبوها كم، واللي قطن العويل والحليب هذا كله شورنا، ساعي كم كانوا يعطش كرهبنا يردل. كل شيء اخرى تم الكلام خلاص يا زلمه. لينتهي اللقاء الذي توج مفاوضات سابقة بالصفح وبالعناق والمحبة بين إخوة الدم الواحد والوطن الواحد. في هذا المسجد المبارك حضرت الجزيرة لأول اتفاق بين الثوار وبعض أعيان قبائل منطقة سرت لدخول المنطقة بدون إراقة دماء، ولعل المحادثات القادمة ستسفر على نفس النتائج. جاء الموعد المحدد بين الثوار وأعيان القبائل لتسليم الأسلحة لتصل بين أيدي الثوار أول دفعة مما كان بحوزة القبائل، والتي كانت كتائب القذافي قد وزعتها عليهم. وتتكون هذه الدفعة من بنادق ورشاشات من مختلف الأنواع والعيارات، إضافة إلى الذخائر. عاهدوا الثوار أنهم يعطوا السلاح عبر حل سلمي بدون أي تفتيش وتنقيب، وهذا ما حدث اليوم. وتعتبر هذه الأسلحة دفعة أولى ستتبعها دفعات أخرى خلال الساعات القادمة. خليل بن الدين، الجزيرة، أم القنديل.